السلام عليكم متابعي الاعزاء، كيف بقيتوا؟ احوال على خير. اليوم جيت نقدم لكم واحد الكيك اللي كلشي كيعرفوه، ولكن كاين البعض اللي ما كينجح لهمش. الكيك اليومي اللي ما كيخطاناش في كل الخرجات، في الضيافات، مع وليداتنا، في الاعياد، المناسبات. المهم كيك اللي ما كيخطا حتى دار وما كيخطانا في حتى وقت. جبت لكم واحد الوصفه اللي غادي تجيكم هشيشه طالعه مفشفشه وما غتحشمكمش، ودائما غتصدق معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. معايا المقادير الوصفه والاسرار اللي غنعطيكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تحصلوا على واحد الكيكه اللي غتعجبكم وغادي تفرحوا وليداتكم. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 4 البيضات متوسطين على درجه حراره المطبخ، كاس الحليب، كاس ضارب الزيت، 2 كيسان السنيده، عندنا هنا ياغورت فاني، عندي قبيصه الملحه، عندي هنا معلقه ديال الكاكاو المر، 3 الخمارات حمر، وحده فاني، والطحين حسب الخليط. انا نقول لكم شحال دخلات ديال الطحين. بسم الله على بركة الله. اللي بغى يدير في الخلاط يدير، اللي بغى يخلط غير هكذا راه كتجي زوينه وطالعه. نضيف ياغورت الفاني، نضيف الزيت بشويه، نضيفو الحليب حتى هو شويه بشويه، دابا غنبدا نضيف الدقيق يكون مغربل. انا بالنسبه لي غنقول لكم شحال هزات لي ديال الدقيق. 3 الخمارات، السر اللي غيخليها تجي كلاله مولاتي مفشفشه وعاليه وهشيشه هو هاد المعلقه د الخل. استعملت هنايا الخل الابيض وهاد الكاس الماء سخون، وغنخلطو. بالنسبه للطحين انا هزات لي 4 الكيسان ونص، نتوما على حسب. كاين الطحين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش، كاين على حسب الطحين اللي غادي تستعملوا. الجهد اللي غنوريك الخليط التالي كيفاش كنحصلوا عليه. وهاد جوج ديال الاسرار اللي عطيتك كيبقاو في المرحله ما قبل الاخيره، ما اخر حاجه كنضيفوهم قبل ما نصبوها في المول. المول عندي راه دهنته بالزبده ورشيته بشويه الطحين ودرتو في الثلاجه. هذا هو القوام ديال الخليط اللي خصنا نحصلوا عليه بعد ما خلطناه غير جهد ما تجانس العناصر، ما نبالغوش في الخلاط. واحد النقطه، انا غلطت وقلت لكم 4 الكيسان ونص ديال الطحين، لا انا راه زات لي 5. بسم الله. خلينا واحد شويه ديال الخليط وضفنا له الكاكاو. انا كيعجبني ندير هاد اللمسه في الاخر ديال الكيكه، كتعطيها واحد التشكيل زويون هكذا من على برا. صافي
هانتوما كما كتشوفوا الكيك ديالنا ها هي وجدات، راها باقيه سخونه، عاد خرجتها من الفران. شوف كيفاش طالعه، تبارك الله، الصلاه على النبي. الكيك اليومي اللي ما كيخطا حتى شي دار. ما دابا ان شاء الله غادي نديمو ليها ونرجع معاكم. واحد الاشاره، الكيكه الا خرجناها من الفران سخونه ما نقيسوهاش، نعطيوها واحد الوقت تبرد تتولي دافيه، عاد نحيدوها. الا حيدتوها وهي سخونه غتلصق في المول وما غاديش تزول لكم مزيان. الكيكه من بعد ما حيدتها من المول، انا درتها، بديت كان مشى لي المقطع ديال البدايه ديال التزيين. وما نتوما كما كتشوفوا جايه طالعه تبارك الله. هذا الكيك اليومي اللي ما كيحشمناش. انا خديت شويه ديال العسل ذوبته، عندي العسل ذوبته، زدت معاه 2 طريفات الشكلاط ابيض ودهنت به الوجه د الكيكه، وبديت كنصاوب طريفات الكركاع. دابا نزيدو معاه جنجلان. ها نتوما كما كتشوفوا الكيكه من بعد ما قطعنا طريف، شوف تبارك الله شحال عاليه، العلو الشاهق. والمذاق يا سلام، جربوها ما تندموش عليها. كيكات اليوميه كتسمى ديال كل نهار. جربوا الوصفه وردوا عليا في لي كومونتير. ولا وصلتوا حتى هنايا وعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا جيم، ابوني وبارطاجيو الفيديو.